بند في عقد امام عاشور كان هو السبب في تجديده. كلنا شفنا الاهلي اعلن تمديد عقد امام عاشور، بدل ما كان هيخلص في 2028 بقى هيخلص في 2030. يعني امام مكمل مع الفريق 4 مواسم وعقده هيخلص وهو عنده 32 سنه. البند بقى اللي بقول لك عليه واللي كان هو السر في تجديد امام هو بند المده. عادي جدا، ببساطه امام كان فاضل له سنتين، فما كانش عنده غير حلين بس: يا اما يقرر انه مش هيجدد عقده وساعتها لو التزم مع الفريق هيلعب وهيفضل ياخد ال 15 مليون اللي بياخدهم، او بقى يتمرد وما يلتزمش وساعتها النادي الاهلي هيجمده ويقعد السنتين دول ما يلعبش وهينسى الكوره. وبعد ما هيخلص لا هياخد فلوس ولا هيلاقي نادي اصلا يتعاقد معاه. الحل التاني ان والله تعالى مدد عقدك سنتين كمان، وبدل ما بتاخد دلوقتي 15 في الموسم هتاخد 25 من اول السنه دي، غير 10 مليون بونص والاعلانات. يعني على الاقل الموسم هيقفل 35 مليون بدل 15. هنا امام لما حسبها لقى ان طبعا مفيش اي مبرر يخليه ما يجددش. لولا مده العقد وان امام فاضل له سنتين مش سنه واحده بس، كان عادي جدا ممكن ما يجددش ويمشي اخر الموسم لاي فريق هو عايزه. المهم تفتكر امام هيكمل فعلا مع الاهلي لحد 2030 ولا ممكن نشوف مشاكل تاني خلال المده دي؟